لو انت شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه رحله لوفي الاسطوريه يبقى خش شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا وصول الطاقم لجزيره الباف، لكنهم اتفرقوا عن بعض بيحاولوا يتجمعوا تاني يبقوا كائنات عملاقه. وعشان ما اطولش عليكم اكتر ما ننسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. نشوف لوفي وأوسوب بيتخانقوا مع بعض وبيفضلوا يتمشوا، ولكن بيشوفوا حاجه جايه عليهم، وبعدين كده هي صغيره لكن بيطلع كبيره، وكان عملاق راكب على جراده وبيكونوا مصدومين، وبيكون راكبها زي المكنه، وبيكون سانجي ونامي خايفين من الحشرات. بيفضل لوفي وأوسوب بيسالوه اسئله كتيره وبيقول لهم انا هختصر الامر، المكان ده مدينه المكعبات وهي ملكا لتايشون ومعناته اله، وهو الذي بنى هذه الارض وبيقدر يشوف كل حاجه. والشجره دي تسمى اغدراسل شجره العالم. شخص مدعو تايشون انشا البلاد حولها ومعناته دي ارض الاله، والقلعه دي تحت امر اسكات سما. وبيقولوا لوفي هو في بشر تاني هنا؟ بيقولوا ده القط، وطلع القط اللي خد علقه منهم. بيسكتوا أوسوب قبل ما يتكلم. وكمان الكونفوس يسمى اله الاشواك، وطبعا نامي صعقته. وكمان حادثه اله الاذن اللي هو الارنب وهو مات حرقا. وطبعا برضه هم عملوا كده وبيعملوا عب، وبيقول لهم روحوا القريه هتلاقوا كل حاجه هناك. وبيقول لهم مفيش حد يروح الجهه التانيه من القلعه لان معبد تايشون هناك وفي حراس اقوياء، مفيش حد راح هناك ورجع حي. لكن لوفي ما يقدرش يسيطر على نفسه وبيروح هناك وبيجروا وراه. وبيكون زورو عمل زي لوفي بسبب كلمه حراس اقوياء، وكان لوفي متحمس جدا وبيجري بسرعه، ولكن بيرجعوا تاني للقلعه. طب ازاي دوت؟ وبيشوف لوفي نفسه وبيفضل يجري لكن بيتخبط فيه وبيطلع مرايه وبتتكسر. وطبعا كانوا فاكرين انها السما وفاكرها اتشقت، وكمان العمالقه برضو كانوا مفكرين كده، لكن بتظهر حاجه غريبه وبيكون سياج. وبيشوفوا اوضه كامله موجوده في الطرف الاخر، لكن ده ازاي؟ اذا كان اللي جوه دول عمالقه يبقى القفص ده معمول ليه؟ وبيفضلوا يفكروا يعملوا ايه. وكده عرفوا هم مش على متن السفينه. بيسمعوا صوت وبيطلب النجده، وبيطلع زورو القفص وبيفضلوا يدوروا على ذلك الصوت. وبيكون تشوبر وبيكون مربوط بسلاسل، لكن زورو هيفكه وبيخاف منه وبتفكه نامي، وبيكون فرحان وبيفضل يعيط وبتقول له انت مدين ليا، انت نكره للجميل. وبينزل لوفي وبيصحى كائن غريب وبيقول له سانشي المكان ده غريب جدا، مكعبات ديت وملابس على مقاس البشر، احنا بنتعامل زي الدمى. كمان المدينه دي معموله بواسطه ذلك العملاق، احنا لعبه في ايده. وكمان المملكه دي حواليه مرايه تكون كانها بلا نهايه، لكن بتشوف كائنات كتيره. وبيظهر واحد للوفي بيكون تعبان، وبيظهر غراب ومجموعه فيران وبيكونوا متحاصرين. وعرفنا هم مين الحراس، عشان كده مفيش حد بيرجع تاني، وده اصلا مش معبد. وبنطلع بره الغرفه وبنشوف حد ماشي وبيكون شكله غريب جدا، وبنشوف لوفي بدا يتحول للجيل الخامس واخيرا بعد غياب طويل. وبيهجم على التعبان بسرعه، وطبعا بتوقع الفرشه في النار. ولوفي كان بيهرب من التعبان، بيكون سانجي متحاصر من الفيران وبيهجم عليه واحد، لكن بيطيروا في السماء وبيلزقوا في الارض. وبيهجم زورو على الغراب، بيكون نامي وتشوبر بيدوروا على حاجه، وبيقع أوسوب وبيشوف نار وراه. ويكون الشخص قرب من الاوضه، نشوف الاوضه بتطلع دخان. وايه اللي بيحصل هنا؟ ويفتح الباب وبيلاقي الاوضه كلها بتتحرق، وباين كده هو تايشون. وبيقول لهم أوسوب بيهربوا من هنا وبيخلصوا على الحيوانات كلهم، وبياخد نامي حاجه وبيخرجوا. بيكون تايشون متعصب، بيكونوا ماشيين بيشوفوا نفس القط وبيضربوا لوفي وبيركبوا عليه. وبتكون نامي لقت خريطه مملكه المكعبات، ولكن بنلاقي تايشون دخل المملكه وبيكون ماشي ورا لوفي والباقي، وبيكون متعصب جدا. وبتخلص الحلقه على كده. يا ترى اللي هيحصل؟ هيقدر الطاقم يخرجوا من هذا المكان ام لا؟ ده نعرفه في الحلقه القادمه. ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل على الفيديو.